الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل عليكم يا 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 صباح الجمال، يا صباح الهنا، يا صباح الفل. عاملين ايه؟ طبعا احنا مكملين بقى في التجديدات اللي عند الحاجة ونازلين دلوقتي نكمل شغل. طبعا المبلطات لك يا احمد، صباح الخير لك يا احمد. طبعا المبلطات شغال هناك وكان بيعمل في المطبخ امبارح. النهارده ان شاء الله كده ايه يعني هيكمل بقيه الشغل، لان في تجديدات كتير وعايزه رايكم بقى زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. وشوفوا رايكم بقى برضو ايه، يعني مش عايزه اصور لكم الشكل النهائي بتاع السيراميك غير لما اخلصه خالص، علشان خاطر تشوفوا النتيجه النهائيه. علشان دلوقتي ايه الاسمنتي الاسمر وكده فمش باين حلاوته وجماله. طبعا انا جايبه الالوان فاتحه، الالوان الفاتحه حلوه قوي قوي قوي، بتوسع المكان وكمان بتدي اضاءه حلوه للمكان. ونصيحه لاي عروسه تيجي تعمل مطبخ او الحمام، اعملي الوان فاتحه، اوعي تعملي الوان غامقه. طبعا اللون الغامق اللي عندي في المطبخ عامل لي مشكله جدا جدا. يلا حط لايك يا قمرايه وما نخش بقى نروح ايه، نخش احنا لسه ماشيين. بس بياكل بطيخ. يلا حبايب قلبي يلا، لا شكرا. جيب خضر. خالتك كوكو ماشيه هناك بتقول لي، انت بتقولي لي يا كوكو؟ تخري يا واد كده. بحب ادلعها انا. بحب ادلع. هي سابت الخضره ومشت، نجيب خضره واحنا رايحين. يلا. ايه يا ولا عامل هيصه ليه يا ولا؟ طبعا احنا جينا يا حبايب قلبي وقعدنا شويه كمان وكلهم فطروا والناس فطرت، بس احنا دلوقتي جه وقت الغدا. الدنيا بتشتي صح؟ الدنيا بتشتي وحر في نفس الوقت. حر وبتشتي. تعالوا بقى حبايب قلبي. طبعا اللي بيشتغل في البلاط خلص المطبخ خالص الحمد لله، وهيبدا يشتغل في الحمام دلوقتي. تعالوا بقى كده، الدنيا طبعا متعكرته والدنيا بايظه والحال ما يعلم به الا ربنا، فمش قادرين نعمل فيه روتين ولا اي حاجه. تعالوا نعمل الغدا بتاعهم وبعد كده نشوف. برضه هوريكم السيراميك بتاع الحمام وهو بتركب برضه، واوريكم الشكل بتاعه ويا رب يعجبكم. تعالوا بقى كده بسرعه نشوف احنا هنعمل ايه يا ولاد. تعالى يا يوسف يلا. هيلا يا بابا يلا يلا يلا. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا بقى ما شاء الله اهو. انا مش كل مره على فكره انا اللي بسحب لكم السلك بتاع الكهرباء يا ولاد، انا كل مره انا اللي بتكعبل فيه اهو. هنحط بس الفيشه بسم الله ما شاء الله، اياك بس ما نتكهربش اهو. اهو ربنا يستر ما نتكهربش. كل مره انا اللي بتكعبل وبعمل لكم. مصطفى مشى. تعالوا بقى شوفوا بقى. انا ما كنتش عايزه اوريكم المطبخ بعد ما اتعمل كله، بس هوريكم بقى الاختراع بتاع المعلم محمد. بسم الله ما شاء الله عليه، تسلم ايدك يا محمد. هنا زي ما انتم شايفين البلاطه اللي فوق ديت، طبعا احنا لقينا كرتونه من البلاط البني اللي فوق ديت متكسره تمام، فكنا هنرجعها. فمحمد بقى الله يبارك له اللي بيشتغل قال ايه، ولا تغيروها ولا تروحوا ولا تيجوا. قام عامل بقى الاختراع اللي انتم شايفينه ده. ايه رايكم بقى في الحلاوه وفي الجمال؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تسلم ايده بجد بجد. لسه كمان ساعه لما يتسقى هيحلو كمان. لسه طبعا لما يتسقى بالاسمنت الابيض هيبقى شكله حلو. طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده تقريبا يعني بدانا نشطف في المطبخ، بس الارضيه طبعا لسه، لان ان شاء الله بعون الله برده هنبلط الصاله ايه عشان تبقى الصاله والبقى ايه والمطبخ والحمام متظبط وكده زي الفل. طبعا الحمام لسه ما عملناش فيه ولا اي حاجه خالص، فاليومين دول كلها هتلاقي الفيديوهات زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه جديده بتخلص هوريها لكم. هنخش بقى نعمل الغدا لان هم فطروا، وقلت بقى مش كل مره هنصور الفطار والغدا. طبعا ديت البلاطه بتاعه المطبخ الحمام اهي، وطبعا جايبه الرسمه دي كمان فيهم. طبعا دي مش هتبان بقى الا ايه الا لما تتركب كده وتشوف الشياكه والقلاجه بتاعتها. يلا تعالوا بقى احنا بقى نخش فين في البيت من ورا غادي علشان بقى ايه نعمل الغدا. طبعا في الاول يا حبايب قلبي معايا كميه بصل كده ايه محترمه، لو الاضاءه فيها حاجه معلش علشان طبعا الدنيا كلها مش متظبطه هنا، الدنيا كلها الاضاءه يعني ايه انا حاسه ان هي معقوله الى حد ما يعني تمام. همسك البصل دوت، مش هعمل كميه، هاخد بصلايه واحده كده اسبك بها الطماطم، واخد كميه بصل كده ايه مع قرنين فلفل، بس القرن الفلفل ده حراق قوي يا يوسف، احطه ولا ما احطوش؟ حطي. طب افرض الناس مش عايزه تاكل حراق. طبعا منى مرات مصطفى في الغيط بتزرع ذره، وامي صلت الظهر ونامت شويه عشان طبعا هي ما هياش قادره، فانا ايه هعمل الغدا كده على السريع. اكلنا النهارده كده ايه من اللي موجود في البيت، لا مؤاخذه حلب والجاموسه، خدنا شويه اللبن بتوعهم
هنعمل بقى ايه حبه رز معمر كده وصينيه بطاطس في الفرن، وعندنا شويه فراخ كده هنعمل فيهم ايه، هنعملهم برضو صينيه بالبصل كده والفلفل ايه، تدي لها ريحه حلوه كده وتبقى زي العسل. همسك البصل بقى يا حبايب قلب ايه اخرطه كله وهرجع لكم تاني. الحاجه جت اهي، حتى الحاجه والله العظيم لا عارفين نغير لها ولا عارفين نعمل اي حاجه. ربنا يسهل، ربنا يسهل بس ايه وينجزوا الاول المطبخ والحمام، لان دول روح البيت. يعني المطبخ والحمام روح البيت، والله ما احناش عارفين نتصرف والدنيا كلها رمل ويعني ربنا العالم. هخرط البصل بقى يا حبايبي وارجع لكم تاني. هنا بقى حبايب قلبي انا خرطت بصلتين، حطيتهم كده على النار وحطيت عليهم شويه زيت. وهنا معايا هنا البصله اهي، حطيت عليها ملح وفلفل اسود تمام اهو حاطط، واحط عليهم شويه كزبره كده ناشفين. انا بحب الكزبره على البطاطس اهي، شويه كزبره كده وناشفين بسم الله اهو. واحط برده شويه كمون صغيرين برده اهي، مش هكتر الكمون. استنى يا ولاد، مرات اخويا شاريهم بقى ايه متغلفين لسه، ولا عارفين نعمل دقه ولا عارفين نعمل حاجه خالص، بس يلا كله يهو. او شويه كمون صغيرين خالص اهي. مش مفتوح؟ لا مفتوحه، بس انا مش عايزه افتحها قوي عشان ما تبهدلش فيها. همسك بقى حبايب قلب البصل مع الفلفل اهو، هدعكه كويس قوي بالملح. يا صباح الهادي وصباح الرزق وصباح الغنى وصباح كل يوم جديد عليكم يا اعز المشاهدين في العالم كله، بره وجوه وفي جميع الدنيا كل عام وانتم طيبين وبخير وبالصحه وبالعافيه. طبعا مش قادره اقول لكم بقى على يعني كل يوم عندنا مش قادره اغير ولا قادره اعمل اي حاجه. والله لان الحمام مسبوك والدنيا مسبوكه وما تاخذونيش يعني مش عارفه اتحرك. انما ربنا يتم الخير علينا وعلى كل الدنيا يا رب. وانا بقول له خلصنا الحمام الاول اهو عشان نخلص. اهم حاجه الحمام، اهم حاجه بيت الراحه. تقريبا احنا ربنا كل عام وانتم طيبين، وكل واحد قالت كلمه حلوه في حقي وفي حق بناتي لها في الدنيا يا رب. وشكرا على اللي اتكلم كلمه حلوه علينا. شكرا قوي يا حبايب قلبي بألف ميزان حسنات، وكل اللي اتكلم كلمه وحشه برضه في ميزان حسنات. طبعا احنا مسامحين طالما احنا راضيين بقضاء الله نافذ علينا، احنا من الدنيا وما فيه ورضا الرب. الله يستحيل الله يستاهل لعباده. اللي عاوز يقول حاجه يقول لي، واللي عاوز ما يقولش. وشفيني انا بشكر كل المسؤولين اللي بحبونا اللي قلنا كلام حلو يجعله في ميزان حسناتهم. ما ابس عند اقدر حاجه بس نشوف شغلنا ونشوف حالنا وخلاص. كل واحد يا حبايبي كل واحد ادرى ببيت. الله يعينه على اللي هو فيه ويعينه على حاله ويرزقه برزق عياله. كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك لبتوع السنه والناجحين يا رب. الف مبروك لبتوع السنه هم بتوع سنه اولى وثانيه، بتاع السنه اولى والثانيه. ربنا يكتب لهم من هنا والسعد والنجاح لاولادنا ولكم. طبعا عندي مشاهده حبيبه الستات نجحت، ونور حبيبه الستات نجحت، وبدعي للعالم كلهم بالنجاح وبالتوفيق اللي هم بتوع السنه وثانيه وثالثه واولى وثالثه اعدادي. ربنا يكتب لهم لنا ولك والنجاح كله يا حبايب قلبي. عقبال الدبلوم يا رب، وحسام ومحمد عم نجيب في الطريق، عقبال وكل العالم ولادهم كده ما يخسروش فيهم ولا يضيع حق تعب اهاليهم يا رب. ما يجعلهم من الناجحين والصالحين يا رب. الف مبروك كمان مره والثاني والثالث لنا وللعالم كله. الف مبروك، ربنا نبارك للعالم كلها يا رب. وتبقى كليات كل عام وانتم طيبين وتستنانا في الخير. هنا يا حبايبي البصله اتحمرت اهي. هنزل بقى ايه بعصير الطماطم. انا بعمل لها تسبيكه كمان كده بتدي لها طعم حلو مع البصل والفلفل اللي احنا حاطينه مع البطاطس. بسم الله ما شاء الله بيكون حاجه كده زي العسل. هحط لها برده صلصه علشان خاطر ايه تبقى حمرا كده وفله. لا يا حبيبتي اهي. اسيب بقى ايه الطماطم تتسبك كده، وتعالوا بقى ايه ما نشوف الرز المعمر بتاعنا ايه نجهزه ونحطه في الفرن. هنا بقى يا حبايب قلب الرز غسلاه من بدري وكمان ايه منقوع اهو. صفات الميه بتاعته وحطيت له الملح. انا ما بحطش اي سمنه دلوقتي خالص. احط له لبن كمان، استنوا اجيب له لبن كمان. كده بقى هنهدي النار من فوق ونعليه من تحت لحد ما يغلي. ماشي يا قلبي، تعالى عدي حبيبي تعالى. ههدي من فوق وعلي من تحت علشان بس ايه
الرز يغلي بسرعه. هنا بقى حبايب قلب التسبيكه اتسبكت اهي، هاخد بقى ايه على البطاطس. كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو. هسيب بقى ايه ياخدوا لهم غلوتين 3 تسبيكه برده فين على النار، واظبط الملح بتاعهم واظبط كل حاجه، وبعد كده ايه برده هنردهم فين؟ هنردهم في الفرن. هنا شايفين بقى شكل المعمر يا جماعه، ايه رايك لونه يوم؟ كله ده وشه زي الفطير المشلتت. هنحط بقى لسه، هنحط بقى السمن. اللهم امين. هنا بقى بحط حاجه حلوه من كده فيها، الله يخليك. بقى خلصنا الغدا يا جماعه. عملت اللحوق المعمر زي ما انتم شايفين اهوت بالسمنه البلدي واللبن كلته قشطه والله. ودي صينيه البطاطس طبعا غرفتها فين في الاطباق وشوربه اهي، وكمان عملنا سلطه. ودي فراخ اهي كانت يعني ايه، عملت بصل وفلفل وطماطم وشوحتها على النار، وبعد كده حطيت الفراخ وقمت حطها في الفرن زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. وكمان دي المخلل، دي الخضره، ودي كمان ايه المخلل اهو. يلا حبايب قلبي هنديلهم بقى يتغدوا، لان الوقت الساعه بقت 6 المغرب بجد. هو ما بيرضاش ياكل وبنحتاج عليه ياكل الا بس يقول لك اما اخلص شغل الاول. هنديله بقى ايه يتغدى، وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه. حبايب قلبي انا طبعا الفيديو ده بكمله لكم تاني يوم، لان كان محمد مشى وما كانش لسه اشتغل حاجه في الحمام. ايه رايكم بقى في الحمام بقى؟ بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له. استنى يا محمد يا مصطفى، احنا كل اللي عندنا هنا محمدات. محمد المعلم بتاع السيراميك، ومحمد اللي بيساعده، ومحمد عم مجيد، ومحمد مصطفى. عندنا محمدات كتير. طبعا ده السيراميك بتاع الحمام اهو يا جماعه. طبعا هو لسه ما بانش، فهنبين لكم ده كله بقى، وهصور لكم كل حاجه. وشغل محمد اقسم بالله لا يعلى عليه. بصراحه شغل ولا كلمه، ما بيهدرش السيراميك، ما بيبهدلش اي حاجه. يعني البلاط بتجيبيه بالمتر بتاخديه بالمتر، ما بيهدرش اي حاجه خالص، وتسلم ايده. وزي ما قلت لكم في الفيديو برده كان في مشكله كده في السيراميك بتاع مش مشكله، كان عندي كميه ما اتكسرت بصراحه منهم وهم جايبينها، او مكسوره عندهم في المحل. فبصراحه عالج الدنيا وخلاها زي الفل. ده طبعا انا هبقى اوريكم الشكل النهائي لشغل المطبخ والحمام بعد بقى ما يسقي بالاسمنت الابيض ويظبطه، وبعد برده ما هيعمل لسه هيعمل فيه شغل تاني هنا في البيت، وهوريكم بقى الشكل النهائي. حطوا لايك وشجعوا محمد، لان بسم الله ما شاء الله والله العظيم. لا هو صوانعي وامين في شغله، ومن النوعيه اللي بياخد ودي معاكي في الكلام، وبياخد برايك لو ده هيعجبك بيعمله. وبصراحه ما بيهدرش حتى، شوفوا ما بيهدرش اي حاجه، وتسلم ايده. يلا بقى يا جماعه حطوا لايك للتجديدات الحلوه بتاعتنا دي. والشكل النهائي بقى هيبان برده. شايفين بقى الحمام بقى قد ايه؟ طبعا احنا دخلنا الطرقه وهيبقى فرق جامد جامد. يلا حبايب قلبي نشوفكم بقى على خير.